أجمل ناس في حياتي، أحلى ناس في الدنيا، أحلى ناس في الدنيا. آمم، كبّرتوا القناة ووقفتكم جنبي، عمري ما هانساها لكم. صدّقوني أي حد بيعمل لي جميل في الدنيا ما بانساهوش ليه. ربنا يخلّيكم ليّا، نِفْسي بقى القناة تكبر، 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 وطبعًا بتكبر من كتافنا ووجع جدتنا وبوقفتكم جنبي. ربنا يخلّيكم ليّا يا أجمل ناس في حياتي. علشان بقى الحاجة الحلوة دي، عملت لكم حاجة قمر النهارده. جبت 4 فرخات أمارات وهنخلّيهم يكفّونا الشهر كلّه. إزاي؟ تعالوا نشوف عملنا إيه. تعالي يا لوكا اليوم كده. يلا نشوف بقى عملنا ايه. ازيكم؟ وحشتوني، يا رب كلكم تكونوا بخير. متشكرة جدا لكل الناس الأمورات اللي دخلت في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. شايفين الجمال والحلاوة دي؟ تعالوا بينا نصلي على النبي كده. وعملنا ما شاء الله من 4 فراخ حوالي 3 كيلو كفتة، والله العظيم 3. أنا مش ببالغ. وكمان ما شاء الله ما شاء الله عملنا البانيه، عملت حوالي 4 أطباق أو 5 أطباق. يلا بينا نصلي على النبي ونشوف يومنا الحلو اللذيذ مش ازاي، ونشوف الحاجات القمر دي عملناها ازاي. جينا من الامتحان بتاعنا، صلينا على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحط حتة اللايك الجميل اللي الناس الأمارات كلها عادت بتنساه، وحتة الاشتراك الحلو اللي من إيد أجمل ستات في الدنيا. خلصت امتحان محمد مع محمد ابني، الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله، النهاردة خلص والحمد لله. فالمهم كده خلاص، أنا حاسة إن أنا ارتحت نفسيا، وراحتي مش هتكمل إلا لما نتيجة تظهر. وربنا يبارك لي فيه ويبارك لكم في ولادكم يا رب، وما تضيع تعبنا ابدا معاهم يا رب العالمين. هنا بقى عملت ايه؟ جبت الفرخايه. طبعا غسلتها الاول بالليمون بالنعناع زي ما حضراتكم شايفين. ورحت جايبه الوراك، قطعت كده الدبابيس لوحدها والحته اللي جنب الدبوسه لوحدها. تمام تمام. وهنا بخلي كده الاكتاف او الصدور، باخد الاجنحه كده زي ما انت شايفه. باخد الاجنحه بالحته اللي هي من الكتف دي، وهنعملها كده ما شاء الله كده بطريقه حلوه مع بعض ان شاء الله. يعني انت من 4 فراخ هتخلي الشهر يكفينا ان شاء الله بامر الله. الشهر هيكفيكي وهتاكلي طول الشهر فراخ، وهتهيصي وهتزقططي. هنا بعمل ايه؟ بعد ما اخدت الاجنحه من الفراخ، خلاص فضل لي اللي هو الكتف كده او الصدر زي ما حضراتكم شايفين. وبحاول ان انا اخليه من العظم علشان اعمل بالصدور. طبعا هنعمل البانيه وهنعمل الكفته. يستحب بقى ان احنا نعمل ايه؟ نحط الصدر ده كده او الصدور في الفريزر حوالي 10 دقايق، علشان تبقى متلجة معايا نص تتليجة، واعرف اتحكم في الصدر كده وانا شغالة كويس، وما يتريش مني زي ما انا شغالة دلوقتي معاكم. انا عملت صدر واحد قدام حضراتكم بس، وبعدين بقية الكمية أخدتها كده وحطيتها في الفريزر بتاع التلاجة حوالي 10 دقايق واشتغلت فيهم. طبعا بنقطع تقطيعة البانيه زي ما حضراتكم شايفين ازاي، ووريتكم مش صعبة ولا أي حاجة. وحاولي ان انت تدخلي على كل حاجة بقلب جامد، وما تستصعبيش أي حاجة، علشان خاطر كل حاجة تبقى متظبطة كده معاكي. قطعت حوالي 3 صدور، 3 صدور 3 صدور للبانيه. تمام. حطيت عليهم الليمون والفلفل الاسود، وكمان الكمون وشويه البهارات. هقول لكم انا حطيت ايه. واللي هي ما شاء الله الكفته مسكتها فرمتها في الكبه او في المفرمه زي ما انتوا شفتوا كده. تمام تمام. هنعمل ايه بقى فيها؟ رحت جايبه كده عصرت عليه حوالي ليمونتين، عصير ليمونه. وجبت ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصلايه مبشوره بشر ناعم، والمفروض ان هي تكون مبشوره بشر ناعم، بس هي خشنه هنا علشان الكبه كانت باظت والدنيا كانت اتقلبت معايا. فالمهم ان انا هحاول ان انا ابشرها بشر ناعم، ومحيا نص حزمه كزبره قطعتها تقطيع صغنطوطه كده فتفوته زي ما انتوا شفتوا. طبعا الفراخ اتفرمت في الكبه. ورحت جايبه البهارات بتاعتي بقى. معايا بهارات فراخ، ومعايا فلفل اسود، ومعايا مرقتين، ومعايا شويه ملح، ومعايا شويه سكر صغننين، وشويه ومرقتين 2 ان هما المرقه بتاعت الدجاج. تمام تمام. رحت ضايفه ده كله على بعضه، وحطيت كيس بقسماط. كيس البقسماط هيعادل معايا حوالي 5 دقايق. تمام تمام. 5 معالق بقسماط، 5 معالق من اللي هي بتاعت الاكل. ورحت جايبه حطيت عليهم كمان بيضتين، ورحت جايبه الكلام ده كله عجنته عجنه حلوه محترمه بنت ناس. تمام تمام. البصلاية تحس ان هي يعني كبيرة شوية. طبعا زي ما قلت لكم ان الكبة بتاعتي مش شغالة، فروحت شغلتها صلحتها الحمد لله، ورجعت كملت بقية الكمية. هنا بقى جبت معلقة معايا او خلة
اللي هي الشيش، ورحت جايباها. وبصوا ما بتمسكش معايا في الايد ولا اي حاجه، بدهن دهنة زيت كده زي ما حضراتكم شايفين، وبروح مصبعاها كده. صبعت الكفته بتاعتي وهنبصمها وهنظبطها وهنحطها جاهزه كده في الفريزر، بحيث ان انا اخرجها من الفريزر تبقى جاهزه على الايه التحمير. بس جبت معايا بيضتين عليهم نص كوبايه لبن علشان تكفي الكميه معايا، هتكفينا الكمية دي كلها البانيه، وهتكفي الكفتة. تمام تمام. وما شاء الله كده حطيت عليهم شوية فلفل اسود وشوية ملح، ضربتهم كده بالشوكة. ومعايا طبق من الدقيق، ومعايا كمان طبق من البقسماط. لو عندك عيش ناشف زي ما احنا اتفقنا مع بعض، ممكن هننشفه وهنضربه في الكبة او في الخلاط، وهتبقى بقسماط زي الفل. طبعا التبصيم بتاعنا زي البانيه بالظبط، دقيق بيض بقسماط. هنبصم الكمية كلها مع بعضها، وبعدين هنكيسها وهنعينها في الاطباق الفل زي ما حضراتكم شفتوا في اول الفيديو. تمام تمام. ما شاء الله كده. يعني يا رب يكون الفيديو يعجبكم. صدقوني انا تعبت في الفيديو ده جامد جدا جدا جدا، مش عايزه احكي لكم على التعب اللي انا تعبت فيه. بس يا رب كده يكون الفيديو يعجبكم ان شاء الله. فزي ما حضراتكم شايفين بنبصم بقية الكمية بتاعت الكفتة دي، بيض بقسماط زي البانيه بالظبط، وبنحطها كده في الاطباق بتاعتها، وبنلفها بكيس استرتش او بندخلها جوه كيس تلاجة، وبتبقى جاهزة معايا على التحمير. بطلعها قبل منها بربع ساعة كده، يا دوب الدنيا تفك معايا، وبروح حطها في الزيت ومحمرها. تمام تمام. يا رب الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط كده على حضراتكم، واكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب العالمين. زي ما قلت لكم ان احنا من 4 فراخ ما شاء الله عملنا كمية الكفتة القمر دي. يعني انا خدت مثلا هقول 3 صدور، 3 صدور فرمتهم في الكبة عملت منهم الكفتة، و3 صدور ما شاء الله عملت منهم البانيه. هيكفوكي كمية أو وقت طويل جدا جدا. ده كمان غير الدبيس، وكمان غير الأجنحة اللي احنا عملناها، وكمان ما شاء الله كده غير البانيه. البانيه حطيت عليه شوية كمون وشوية فلفل اسود وشوية ملح، وكمان عصرت عليهم 4 ليمونات، ورحت جايبة كله ده مع بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. بحاول ان انا ادخل التتبيلة او التوابل بتاعتي جوه الفراخ زي ما حضراتكم شايفين، او جوه قطع البانيه. بعمل ايه؟ هبصمه كده زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، دقيق بيض بقسماط زي ما اتفقنا. وزودي البيض بتاعك لبن علشان يكفيك، لان البيض غالي والدنيا بايظه معانا خالص. فاحنا ببيضتين 2 ما شاء الله عملنا الجمال ده كله. زودت لبن، ولما خلصت كمان كان فاضل معايا شوية كده، رحت مزوداهم كمان شوية لبن، والدنيا مشيت وبقت زي الفل. يبقى انا هنا هبصم البانيه بالظبط زي ما انا عملت الكفتة دي بيض بقسماط، وهحطه في الاطباق اللي انتوا شفتوها اللي هي الفل دي. ما شاء الله مش غالية ولا حاجة، وجوه كيس وهنحطه هندخل الفريزر بتاعنا، تبقى لحاجة جاهزة معاكي. زي بصوا وقت ما تحبي تعملي بتخرجي وبتعملي. ما شاء الله عملنا. اجمل ناس في حياتي، احلى ناس في الدنيا، احلى ناس في الدنيا. آم، كبرتوا القناه ووقفتكوا جنبي، عمري ما هنساها لكم. صدقوني اي حد بيعمل لي جميل في الدنيا ما بنساهوش ليه. ربنا يخليكم ليا. نفسي بقى القناه تكبر 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 تكبر، وطبعا بتكبر من كتافنا ووجع جدتنا وبوقفتكوا جنبي. ربنا يخليكم ليا يا اجمل ناس في حياتي. علشان بقى الحاجه الحلوه دي عملت لكم حاجه قمر النهارده. جبت 4 فرخات امارات، وهنخليهم يكفونا الشهر كله. ازاي؟ تعالوا نشوف عملنا ايه. تعالي يا لوكا اليوم كده. بصي بقى يا قمرية انت وهي، ادي الدبابيس، وادي الحتت اللي هي بتبقى جنب الدبابيس الافخات، وادي الرجول كده، وادي الاجنحه ما شاء الله والراب. هنحط على كل حاجه عود نعناع كده علشان خاطر ريحتها ما يبقاش فيها اي زفاره. وادي البانيه ما شاء الله عملنا كميه هايله. وري يا ملوك، تعالي ورفرجيهم ايه الجمال ده كله. بصوا 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 الفظاعه يا ولاد، شايفين الكفته؟ كل حاجه بصمناها وظبطناها، حتى الكبد والقوانص. حاجه واو، حاجه فاخر من الاخر. عايزاكم تتفرجوا على الفيديو كله وما تسيبوش ولا فتفوته فيه.